اليوم معنا سيف الله بالمنصور، رئيس جمعية الوطن. لو كنت قلنا اليوم موضوع الندوة سيف. موضوع الندوة تونس تحت عنوان تونس ما بعد الثورة. يعني ايش معناتها تونس ما بعد الثورة؟ يعني نحن عنا عام ونص من اللي عملنا الثورة، ثم بدخل ثورة ثم بدخل انتفاضة، وحبينا نقيم رواحنا، فهمتني؟ حبينا كذا، حبينا نشوفوا شنو بعد تونس بعد الثورة شنو. نحن كنقولوا ندوة تحت وطنية تونس من بعد الثورة على أساس ثم غربال. الغربال هذا غربلنا، فهمتي؟ وقت قاعدين نغرب وشكون باش نجيبوا في الندوة هذه؟ يعني وشكون باش نجيبوا؟ نجيبوا وزير، نجيبوا محامي، نجيبوا طبيب، شكون باش نجيبوا؟ خفنا لان نجيبوا وزير عملين يسينا مشكل، خفنا كان نجيبوا الحزب يعمل مشكل، ولين اختارنا غربلنا لقينا نسبة معينة نجموا نجيبوها ونسبة معينة ما نجمناش نوصلوا باش نجيبوها على خاطر خايفين تسينا مشكلة في نتيجة. فهمت؟ هذه عنوان الندوة. علاش عملنا الندوة هذه؟ الندوة هذه حضروا فيها تو اللي فهمتي، الندوة ذي اللي تو يعني يمكن 70% نسميها نجحت. علاش نجحت؟ خاطر كي أول جمعية مازال جديدة وتجيب وتستدعى عباد، فهمتني؟ بعد الثورة اللي الناس كل فدت من الجمعيات، فدت من الأحزاب، فدت من المنظمات، فدت من الخطابات الرئاسية، خطبت كذا. كيفاه باش يجي؟ فهمتني؟ كيفاه باش يجوا كذا؟ برشا عباد شكت. الحمد لله كي نشوفوا مجموعة كبيرة من الجرحى وعائلات الشهداء جاوا، حاجة شرف. نلقوا يمكن قابل تحضر معنا اليوم قابل 10 أو 15 محامي كانوا حاضرين. حاضر معنا رجل أعمال خبير في الطاقة، فهمتني؟ سيدة مأمون. حضروا معنا ناس من الأمن، فهمتني؟ حضروا معنا من نقابة شؤون الإصلاح. يعني ثم خليط، فهمتني؟ ثم من الجمعيات، ثم صحفيين، يعني حسينا اللي نحن نجحنا في